شيبسي جامبو، بطاطس أكتر بنفس السعر. النهارده نكمل رسالة حبنا لهوليوود بأفكارهم الكتيرة وعبقريتهم اللي ما بتخلصش واقتباساتهم اللي يمين وشمال اللي في الآخر وصلت إن هم بقوا بياخدوا من كتب اليونج أدلتس. كتب اليونج أدلتس موجهة لفئة معينة، ولا هم المراهقين ولا هم الناس الكبار وتخرجوا وبيشتغلوا، هم الناس اللي في النص كده اللي هي فترة في حياتهم ما كانش ليها لازمة، كلنا عدينا فيها وكان فيها تغيرات مناخية مش كويسة. الموضوع ابتدى لما هاري بوتر نجح. اول فيلم اتعمل في 2001، اخر فيلم اتعمل 2011. 7 كتب اتعملوا 8 افلام و3 دي واتعملت ملاهي في اورلاندو، وسنين وسنين من فلوس عماله بتخش في جيوب الناس بتوع هوليوود. انا بصراحه مش عارف اتريق على هاري بوتر علشان انا شخصيه نزيهه جدا وانا اتربيت عليه، وبصراحه ما اقدرش احطم جزء مهم جدا من طفولتي. غير سلسله هاري بوتر جت سلسله توايلايت اللي احنا ابدينا حبنا كبير ليها في دي سلطه عبر السنين والحلقات الكتير، واللي قامت على شيء مهم جدا الا وهو التمثيل اللي مفيش اعلى منه. طبعا كان قائم على تمثيل كريستين ستيوارت اللي كانت متنحه ومسنتحه 3/4 الوقت وما بتعرفش تقفل بقها. انت كان كده اهوت ما بتعرفش تقفل بقها خالص. انا بحبك يا ياسين. فاير تعدني ممكن حاجه. You don't know what you're getting yourself into. I'm gonna fight for you. واخر سلسله نجحت جدا كانت ذا هانجر جيمز اللي عملوا فيلم من سنه وهيكرروا لنا 4 افلام كمان لمده 5 سنين اللي فاتوا. To be trained in the art of survival and to be prepared to fight to the death. واحنا عملنا حلقه عنها كانت جامده جدا، روحوا اتفرجوا عليها. شايف ان هي كانت واحده احسن حلقه عملتها في حياتي، كانت عبقريه، الكتابه ما كانش فيه احسن منها. انت ما شفتش الحلقه دي يا سوكي؟ بس غير اللي نجحوا كتير في حاجات فشلت كتير. كان مثلا في ذا جولدن كامبس، الشركه اللي عملت لورد اوف ذا رينجز كانوا فاكرين احنا جامدين جدا يا باشا، ملايين الملايين بلايين الملايين، يلا نعمل سلسله جديده. عملوا ذا جولدن كامبس بعد اول فيلم. غير كده اهوت ليموني سنيكت كان واحد من احسن الافلام اللي اتعملت، اخدوا 3 كتب وجابوا واحد زي جيم كاري وماريل ستريب وبيلي كونلي يمثلوا فيهم. الفيلم كان ستايلستيكلي مختلف جدا عن معظم الافلام، عشان كده فشل ذريع. ذا هوست طبعا اللي كاتبه ذا هوست هي اللي كاتبه توايلايت، فطبعا اكيد كان فيلم عبقري على ليفل تاني اصلا ما نقدرش نفهمه ولا نفكر فيه. الفيلم اتعمل ب 40 مليون وجاب 43 مليون، 3 مليون كسبهم. اراجون J.R.R. تولكين قعد سنين بيكتب لورد اوف ذا رينجز وكان عنده مخطوطات قد كده اهوت. عيل عنده 19 سنه ابتدى يكتب مجموعه من الكتب واختار عنها هي الملحمه الجديده. اخذوا اول في كتاب وحاولوا يعملوه فيلم وفي الاخر كان السؤال المهم قوي هنا هو ليه هوليوود لسه بتعمل الافلام ديت؟ الاجابه هي ماني 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 ماني. غير كده هوت لما انت بتاخد كتاب عمرك ما بتاخد كتاب لوحده، بيبقوا 1 2 3 4 ممكن يبقوا 13 كتاب، فانت عندك سيكولز مضمونه. غير كده هوت عندك فان بيس، عندك ناس مستعدين يغموا عينيهم وينطوا من فوق الجبل عشان يتفرجوا على الفيلم دوت. غير كده طبعا زي ما قلنا في الاول ان الفئه العمريه اللي الافلام دي بتركز عليها بيعدوا في مرحله عصيبه جدا في حياتهم وفيهم تغيرات جسديه ومشاعر جياشه مش عارفين يودوها فين، وكل واحد فيهم كده هو نفسه يبقى في مكان حد تاني، الموزه اللي بيحبها 2، اللي بينقذ العالم. وطبعا غير كل دوت الهرمونات اللي بتضرب. احنا بقى بنعمل الحلقه دي كلها ليه؟ عشان طبعا في فيلم جديد اسمه Mortal Instruments City of Bones نزل وبرضه متاخد من يانج ادلت بوك. طبعا Mortal Instruments مختلف جدا كومبليتلي عن اي فيلم شفناه قبل كده متاخد من اي كتاب يانج ادلت بوك، بيتمحور حوالين البنت اللي محدش فاهمها، اللي ماشيه جنب الحيط وعايز تقطع في شرايينها وما بتفهمش حاجه ومحدش فاهمها وبتكره العالم كله لغايه يوم من الايام تكتشف ان هي من حته تانية، من عالم اخر، من عالم موازي. هي شخصيه عبقريه، شخصيه مهمه جدا، وفي العالم التاني دوت هي هتنقذ كل حاجه، هي شمعه منوره، ورده مفتحه، من غيرها الدنيا تولع. عشان ما نحسش بالحرمان
عندنا فيلمين السنه دي متاخدين من يانج ادلت بوكس، دايفرجنت اللي بتمثل فيه شيلين وودلي وكيت وينسلت بجلالة قدرها، والشبه جدا ذا هانجر جيمز. They're gonna kill me. I'm not gonna let that happen. You have to trust yourself. عشان ما يحشكش ذا هانجر جيمز، في جزء ذا هانجر جيمز نازل السنه دي واثنين في السنين اللي جايه. Chins up, smiles on. There she is, Captain 17, the girl on fire! People are looking at you, Katniss. You've given them an opportunity. They just have to be brave enough to take it. وطبعا غير الكتب الكتير اللي هيقلبوها افلام او بيخططوا على اللي يقلبوها افلام، وربنا يستر.